السلام عليكم خواتاتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوا حلقه اليوم من مسلسل حكايتي. كنتمنى تشوفوا الفيديو من الاول للاخير. ما تنساوش تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا ولايك الفيديو. كما كتلاحظوا معايا هنا جيداء اللي كتهضر مع منار ونريمان على الفلوس اللي كيسالهم السيد جيم اللي هو من العصابه. قالت لها غادي نسرقهم من السيده فضيله وغنردوهم ليه. قالت لها منار لا ما تسرقيش السيده فضيله. قالت لها غنسرق واحد الزواج ديالهم ونبيعهم. قالت لها منار لا نهضروا مع السيد بالادب ونردوهم ليه بشويه بشويه. قالت لها نريمان قالت لها نريمان ما يمكنش تهضري مع داك السيد بالادب. جيداء قالت لمنار صافي صافي ما نسرق السيده فضيله. خلاتها مشات وقالت لنريمان راه غادي نمشي نسرق السيده فضيله، غادي ناخذ ليها الزواج نسرقهم ولكن ما نقولوهاش لمنار. قالت لها الاخرى نريمان صافي واخا. اما فاروق ناعس ضره معدته مريض كيتخيل راسو كيتزوج بجيداء وعمر تيقول ليه الان يقبل العريس العروس وناعس وكيضحك. امو شافته هكاك فيقاتو قالت ليه مالك. قالت ليه واش نجيب لك شي حاجه تاكلها. قال لا لا ما بغيتش معدتي باقا كضرني. وبقات كتشوف ولدها. اما جيداء شاده الزرعه وكتاكل فيها بالفقصه وكتقول لنا ريمان راه فيها زواج فيهم احجار كبيره، كل حجره كتساوي 100 ليره. نريمان قالت لها 100 ليره. تفاجات لان المبلغ كبير. اما شيرين جات دقت على جيداء وقالت لها جيداء شنو بغيتي. قالت لها كيفاش شنو بغيت جيت باش نشرب عندك قهوه. وقالت لها رانا تهنيت من حوايج منار اللي كنت ناخذ منها شريت حوايج جداد. قالت لها جيداء ما عنديش القهوه. قالت لها ديري لي اتاي. وشيرين شافت في نريمان قالت لها شفتكم هاد الايام انت اختي بعد ما كنتو اعداء كنتي ما كتحمليهاش كنت وليت ولات صديقه ديالك. قالت لها ناريمان عادي حتى نتيا راه كانت العلاقه ما بينكم وبين اختك كانت اكثر من سيئه ولكن دابا راه كنشوفكم يعني عادي انت وياها الامور راه كتغير. اما جيداء بقات غير كتخمم وكتفكر. في ديك اللحظه شافت فيها شيرين وقالت لها مالك يا جيداء فاش كتفكري واش عندكم شي مشكل فاش زعما واش كاين شي مشكل. قالت لها آه، جيداء اش من المشكل ومشات لخدمتها. ملي مشات للخدمه سرقات دوك الاقراض دوك الزواج ديال السيده فاضله اللي خدامه عندها ويحصلها ولدها رئيف. حصل جيداء كتسرق الاقراض ديال مو وبقات كتبكي وقالت لي سمح لي كنعتذر انا عندي واحد الظروف راه خاصني الفلوس باش نردها لواحد السيد اللي هو خايب بزاف راه غادي ادينا وغادي يقتلنا وها شنو ها شنو. ديك اللحظه بقات فيه يعني ويقول لها هاكي بلا ما تقلقي هاكيهم وقضي الغرض ديالك. قالت لك ما هديه ديال بابا. قال لها لا هادو ماشي هديه ديال بابا. اما السيده فضيله كانت عند منار في ديك اللحظه وجات عندها قالت لها انا جيت عندك غير باش نقول لك راه انا كنت متوقفه على الكتابه وما كنكتبش يعني ما بقيتش نكتب لي ظروف ولكن ملي دخلتو حياتي دخلتو حتى الاحلام ديالي وليت كنشوفكم حتى في الاحلام ديالي. وراه انا قررت باش نكتب القصه ديالك ولكن بشرط الا وافقتي نتيا يعني الا بغيتي بموافقه ديالك نكتب القصه ديالك. وهي تقول لها منار مرحبا هذا شرف ليا وشرف كبير اني تكتبي القصه ديالي وكاتبه بحالك. بقات كتضحك فضيله وفرحات بزاف وهي تقول لها منار اي مساعده بغيتي نقدمها لك يعني. قالت لها سيده فضيله غتبقاي تجي عندي 2 مرات في السيمانه وغتبقاي تشرحي ليا وانا غنسمعك وتبدي لي القصه ديالك من الاول للاخر. صافي قالت لها هذا اتفاق. قالت لها طبعا اتفاق. صافي في ديك اللحظه دخلت جات جيهان كتدق نط منار حلت ليها عنقت بنتها. قالت لها بنتها جيهان ماما وليت تنتقل الانجليزيه. قالت وهي تشوف فضيله قالت لها حتى ماما راه ولات كتقرا الانجليزيه. قالت لها فضيله امكم امراه مميزه جدا. بقات منار كتبكي وكتضحك. قالت لها سمحي لي حركتي مشاعر في الداخل ديالي انا كنشكرك بزاف. اما فاروق كان شاد الفراس لانه مريض. جبت له مو الماء وعيط لاختو جيهان قال لها عافاك شربيه راه كيضرني في معدتي وما تقوليش لماما. شربات جيهان وهي تجي منار فرحانه قالت لي ولدي شربتي الماء مزيان. اما جيداء اتصلت بها ناريمان قالت لها جيداء انا فرحانه صافي راه حليت الامور الحمد لله. وجيداء قالت للرئيف شوف انا راه غنرد لك الدين ديالك ما غننساش الجميل ديالك وغنرد لك الدين ديالك راه ما غنخليش عليا. وبقات كتعنق فيه وكتعنق فيه وتقول لي شكرا شكرا لك بزاف. وفي ديك اللحظه هو تيقول لها حيدي حيدي صافي صافي جيداء صافي والو ما بغاتش تحيد. وديك اللحظه دخلت سيده فضيله اللي كانت خارجه عند منار شافت داك المنظر وهي تقول ما شنو واقع هنايا.
لان استغربت من داك المنظر، وهي تقول لها جيده لا راه غير اليوم العيد الميلاد ديالي، والسيد رئيف راه قرر باش يخرجني اليوم نمشي انا وياه نسهروا هاد العشيه هادي. شافت فيها فضيله وقالت لها ما حشمتيش انك تكذبي وانت كتشوفي في عينيا، ماشي حشومه عليك تكذبي عليا. وبقات يشوف فيها ولدها رئيف، وهو يقول لها على فين المشكل، راه غادي نخرج معنا وياه في هاد العشيه هادي وغنستمتعوا في المشكل. بقات مو كتشوف فيه ويقول لها عطي شي حاجه من حوايجك الجيده باش تلبسها هاد الليله هادي. اما فضيله ماماها بقات غير كتشوف فيه لحقاش ولدها ما كانش يخرج. في ديك اللحظه كانت منار اللي مشات دقت على نريمان وقالت لها فين هي جيده، واش باقا ما جات؟ قالت لها لا راه خرجت مع المدير ديالها غيتجو يعني غيدوروا. قالت لها ما يمكنش، شكون المدير؟ كيفاش المدير ديالها؟ قالت لها اللي سميتو رئيف ولا رؤوف. بقات منار مستغربه غير كتشوف فيها، جا داك الشيء غريب. تمنيت شيرين قالت لها، قالت لختها منار شفتكم بجوج بكم جالسين كتعاودوا واخا نتوما يا كنتو اعداء. قالت لها نريمان عادي، واش انت بغيتي نعطيك العصير، نعطيك حامض الليمون؟ لحقاش منار جات باش تطلب منا حامض الليمون على حساب ولدها اللي مريض. منار قالت لها ايوا ما عندك شي حاجه ما تاكلي اشيرين، اجي مرحبا بك نعطيك ما تاكلي، اجي تعشي معنا ولا كولي. اما شيرين شريره قالت لها لا رانا كنت مع عارف في المقهى، وراه ملي كنت جايه انا وياه كلينا في الطريق وهي تم طالعه في الدروج وبقات تقول هادو ليش كنخططوا، يعني درها راسها وبغات تعرف شنو واقع. اما جيده لبست الحوايج وجوها غزالين، وبقى رئيف غير كيشوف في الجمال ديالها وقال لها هذا الفستان هذا جا معاك حسن من الام ديالي. والام ديالو كتسمع وكتشوف. نقزت جيده قالت ليه لا ما يمكنش، حتى الام ديالك غيكون جا معها هذيك الساعات الوقيته اللي لبساتو. فضيله بقات غير كتشوف في جيده لانه جا معها الفستان زوين. اما عمر جالس كيتفرج في التلفازه وكيهضر مع خديجه اللي كيتهيأ ليه بان راه باقا حيه، وجيهان اللي جالسه كطل من الشق وكتشوف. كانوا ناعسين حتى سمعات الهضره بانه كيهضر، بغات تطل تشوف معاه من تيهضر لقاتو كيتهيأ له، يعني كيهضر مع خديجه وتيقول لها راه واحد السيد جاب لي السلعه سميتو جيم ايوا ولاباس عليه وهذه وخدام تيعاود ليها. وجيهان خافت مشات عند ولدها قالت ليه خويا فاروق راه جدي كيهضر في الداخل وكيهضر مع جداتي. قال لها فاروق واش جداتي رجعات؟ اما هنايا كنشوفوا جيده اللي غاده مع رئيف اللي غادي للسهره اللي عاد اتفقوا عليها بالعالي ملي حصلاتهم، يعني ملي باش ما يتفرش بان سرقت الاقراط. وهي هو يقول لها رئيف لبسي دوك الاقراط ديريهم في ودنك. قالت ليه لا ما يمكنش نديرهم. قال لها غير ديريهم انا عارفك تترجع لي الفلوس بشويه بشويه. صافي لبساتهم داتهم في ودنيها. هنا جات منار من عند نريمان وهي تقول لها بنتها ماما راه جدي كيهضر غير بوحديته. قالت لها راه كنا ناعسين وكان تيتفرج في التلفازه وسمعتو كيهضر. ملي طليت من يعني طليت عليه لقيتو كيهضر مع جداتي. وهنايا مشات جيهان باش تنعس، قالت لها ما راه جدك راه بخير ما تخافيش يا بنتي. مشات باش تنعس سمعت خوها كيهضر وكيهدرز في الهضره لانه مريض. هنا شيرين طلعت عند باها للدار لان باها فاش جات منار طلع للدار وجات بنته شيرين وقالت لها قال لها حشومه ما قلتيش لاختك على ولدها راه مريض، بعد على الاقل قول لها على سلامته سوليها كيف بقى. قالت لها صافي، قالت لي صافي حتى الغدا ونسولها عليه ماشي مشكل، حتى الغدا ونقول لها على سلامته ماشي مشكل ونسولها عليه ملي يكون غادا للخدمه. جيدة وصلوا للبلاصه اللي غيسهروا فيها هي ورائف. صافي قالت ليه وجد لي الطبله، قالت لداك السيد تما اللي مقابل قالت لي وجد لي عافاك الطابله وجيب لنا الشراب ديالنا وملأ الطاوله عافاك كما ينبغي. وكتبان فرحانه. وهنا رئيف غير كيشوف فيها وقال لها هل واش هذا اليوم عيد ميلادك حقا، لانها شافها فرحانه. اما منار ولدها تزاد عليه الحال لانه مبغاش يفيق وهزاتو المستعجلات. وهنايا رئيف تيقول لجيداء انا كنطلبك تطلعي للمنصه وتغني، لان كانت قالت لي هذه المغنيه ما كتعرفش تغني. لقى واحد المغنيه كتغني قالت لي ما كتعرفش تغني انا راك تنغني وهذا. قال لها وكنطلبك انا دابا تطلعي للمنصه وتغني. قالت لي انا الصوت ديالي زوين، وفعلا طلعت كتغني وكتشطح ومبسوطه وجالسه كتضحك وهو بقى مبسوط وكيضحك غير كيشوف فيها. اما منار غدا مسكينه ميته بالخلعه وكتقول ولدها حل عينيك حل عينيك ومعها باها عمر. واحد اللحظه جيداء قالت لرئيف القصه انت تقول لي نسيت.
قال لها: "شنو نسيتي؟" قالت ليه: "نسيت بأنك ما كتمشيش." بقات يشوف فيها. هنا منار وصلت للمستشفى وهزوا الوليد داوه وبغاو ياخذوا الاسم. قالوا لعمر: "شكون اللي يعطينا الاسم؟ يلا عمر، لا عمر يعطيهم الاسم." قالت لي: "عافاك ما تخلينيش." وبقات منار كتبكي وكتقول: "أتوسل إليك يا الله ما يوقع حتى حاجة لولدي." هنايا كانوا راجعين جيداء ورائف، راجعين وهي تقول ليه: "علاش دغيا قفزتي وقلتي لي يلاه نمشيو يلاه نخرجوا؟" قال لها: "انا ما قفزتش." قالت لي: "علاش قفزتي؟" في ديك اللحظه بدا تيقبل فيها وهي تفاجات، يعني جاتها في شكل بقات غير كتشوف، بقات مستغربه من داك التصرف. كانت هذه هي الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في قناتي، وشكرا لكم. الى حلقه مقبله.